بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنحاول اشوف الحمام كده، فرجة على الحمام، واشوف الحمام ايه اللي حصل فيه يعني، وايه اللي بايض، وايه اللي تحتيه زغاليل. واشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هبدأ العشة من هنا اهي. بسم الله. اه بسم الله الرحمن الرحيم. دي تحتها بيضة اهي. الحمامة دي تحتها بيضة. دي بسم الله ما شاء الله، دي تحتها زغلول. هنا في حمامة اهيت حاطة بيضة واحدة، يعني ممكن قدامها يوم كمان وتحط البيضة التانية. في بسم الله ما شاء الله اهم زغلولين اهم. في بيضتين الحمام اهو. في جوه هنا في حاجة جوه بسم الله. في زغلول اهو، زغلول موجود. بسم الله اللهم بارك. في هنا برضو حمامة راقدة اهي. تحتها تحتها بيض برضو. لما انت بتظبط الحمام وبتظبط حاجته وامكانياته وكل حاجه، بتبص تلاقي الحمام ربنا مرضيك فيه. هنا برضو اهي، دي تحتها بيضتين اهي. تعالى معايا كده، تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في زغلولتين اهم، زغلولين. حضرتك بتهتم بالحمام، بص هتلاقي الحمام كله بسم الله ما شاء الله، تحتيه بيضه تحتيه زغاليل. زغلولتين كبار اهم، زغلولتين كبار. في برضو هنا اهم زغلولتين برضو، زغلولين اهم كبار اهم في العش اهم. تعالى كده. دي حمامه واقفه في العش اهي، دي عضبيض، دي تقريبا عضبيضه اهي واقفه للبيض. دي اهي الحمامه دي تحتها بيض برضو اهي. في هنا اهو برضو بسم الله ما شاء الله، في زغلولين اهم. الزغلول الاولاني اهو وادي الزغلول التاني. دي زغاليل كينج، ده جوز كينج اصلي اهو، جوز كينج اصلي جايب زغلولين حلوين بسم الله ما شاء الله اهو. في عندك فوق العشه اهي في زغلولين كمان بسم الله ما شاء الله اهو. في بيضتين كمان، يعني بسم الله ما شاء الله. الحمام طول ما بتعتني بيه ربنا بيكرمك. الحمام عندي بسم الله ما شاء الله يا كله تحتيه بيضه تحتيه زغاليل، وانا لسه اصلا واخد منه، يعني لسه واخد منه زغاليل، ولقيته بسم الله ما شاء الله. الحمام اللي بيتكلموا عنه يا جماعه، لما حضرتك بتكرم الحمام وبتديله العلاجات بتاعته المظبوطه وبتديله الادويه المظبوطه، ربنا بيكرمك فيه وربنا برضيك فيه. طول ما بتهتم. الناس اللي بتقول لك الحمام الكينج شغله ضعيف، لا، الحمام الكينج عندي والله بسم الله ما شاء الله يعتبر بيلحم العش في العش. الحمام الكينج عندي بيلحم العش في العش. ليه؟ لان هو واخد كل الحاجه بتاعته، واخد ادويته والوصفات اللي انا بعملها له ومراعيه. تلاقي الحمام بسم الله ما شاء الله، حتى احنا الجو ساعه تلج اهو والحمام بيزوم بسم الله ما شاء الله اهو. هتلاقي الذكوره كلها بتزوم، بص حضرتك اهو. الذكوره بتزوم اهي، الذكوره كلها بتلف وتزوم اهي. بص الذكوره كلها نشطه. ليه؟ الحمام واخد كلفه كويسه، واخد تحديق كويس، واخد شويه مغذيات وشويه فيتامينات. بص هتلاقي الحمام بسم الله ما شاء الله، الحمام كله نشيط والحمام بيزوم. بص اهو كل الذكوره يعتبر عندي بتزوم، كل الذكوره شغاله وبتزوم وبسم الله ما شاء الله اهو. وكل ذكر بيجري ورا النتايه بتاعته، وهتلاقي يعني بسم الله ما شاء الله. انا عامل السطح دي الغيه بتاعتي اهي، الغيه بتاعتي. وهتلاقي الحمام كله بسم الله ما شاء الله بياكل وبيروح على العشه بتاعته. الحته الوسعيه دي انا عاملها للحمام يعني يستجم فيها، يروح ويجي فيها ويطير ويروح ويجي. الحمام اللي بيطير والارضي ارضي. ودي الحكايه اللي انا بقول لحضراتكم عليها، ان انت حضرتك لازم تعتني بالحمام بتاعك، ولازم تاخد بالك منه. انا عيني عليه بشوف. بص يا جماعه، من علامات الحمامه، مش الحمامه وحشه تلاقيها راكنه على جنب وقطع الاكل. اول حمامه ما تقطع معاك الاكل وتركن على جنب، اعرف ان هي فيها مشكله. طول الحمامه ما بتاكل ان شاء الله بنسبه كبيره ما فيهاش مشكله.
الحمام نشيط، الحمام كويس، انت كده شغال صح وشغلك صح. اهو حضراتكم انا بحاول اصور لكم فرجه النهارده على الحمام بتاعي، وهو بص هو الحمام كلب. هتبص تلاقي الحمام راح ياكل عياله، الزغاليل بتاعته اهي. ايه الحمام بيخش ادام كلب يخش على الزغاليل بتاعته وياكلها ويظبطها. زي ما قلت لحضراتكم، الحمام زي ما تراعيه هيراعيك، زي ما تعتني بيه هيعتني بيك وهيديك، مش هيطنش معاك. التحديق اللي قلنا عليه اهو، انا بدق لهم التحديق على الارض. بص هو الحمام كل وراح ايه يلقط في التحديق اهو. التحديق ده عباره عن تراب ارض ورمل وطوبه حمراء وطوبه بيضه وشويه صدف وشويه فحم. دي التركيبه اللي انا بعملها ايه للحمام عندي في التحديق. التحديق ده باستمرار قدامهم، اول ما يطلعوا هم كلوا مثلا اهو، الحمام اللي بياكل اهو قربوا يعني يخلصوا الاكل خلاص، بسيبهم لحد ما يخلصوه خالص واشيله من قدامهم، ما اسيبش الاكل قدامهم. من اكبر غلط ان انت تسيب الاكل قدام الحمام. انا لحد ما يخلص هاجي شايل الاكلات بتاعتهم دي. الاكلات دي انا عاملها على ايدي اهي، وبيخشوا على زي ما قلت لكم شويه التحديق دول، وانا ايه هبدا ادق لهم بكره عشان هو ايه التحديق قرب يخلص. ده اللي انا بقول لحضراتكم عليه، وده اللي انا بقول لكم ان شاء الله لما تيجي تربي حمام لازم تاخد بالك منه، ولازم تديله الغذاء المطلوب بتاعه والمعيار المطلوب بتاعه. الحمام عندي برضو من الحاجات الاساسيه، الحمام لازم يكون متجوز، يعني ما عنديش فردان. يعني ممكن يكون مربي شباب 3 4 شباب اعملهم استبن للايه ان شاء الله للتربيه الجايه. اما الحمام كله متجوز عشان ما يعملكش مشكله، لان الحمام اللي مش متجوز بيقعد يضرب لك في الحمام وكسر لك في البيض، والتخصيب بتاعه بيطلع مش قد كده. فانا بحاول ان انا الحمام بتاعي اخلي بالي منه واربيه كويس واكله كويس واعتني بيه. ان شاء الله ربنا يكرمني والحمام يجيب معايا انتاج كويس. دي كانت فرجة بسيطة على الحمام بتاعي وعلى طريقة أكله وعلى الوضع بتاعه وعلى المكان اللي أنا مربيه فيه. لو عجبكم الفيديو ادعوا لأخوكم طاهر غاوي حمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.